حافظة علام، رئيسة جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية بعيد حميدان جماعة بارطنطة إقليم صفرو. حافظة، شنو المشكل اللي واقع لك؟ المشكل اللي واقع ليا أن الجمعية تأسست في 26/3/2013 واشتغلت في شتى المجالات، المجالات التنموية الاجتماعية. الجمعية جات نقل دراسي، دارت برنامج محو الأمية، كتستقطب جمعية من خارج أرض الوطن من ألمانيا قافلة طبية كل سنة. فاش وصل التجديد ديال هذه الجمعية نهار 26/3/2015 استدعات الجمعية الجمعية الجمع العام التجديدي، وإذا بها تتفاجأ بالقايد ما قبلش لا طلب، رفض الطلب. شكون هذا القايد؟ قائد قيادة راس تابوتا سي علي ياسيني رفض الطلب ديال الرئيسة، استدعى أعضاء الجمعية بدا كيحرضهم، قال لهم ما تمشيوش للجمع العام. كتعرفوا ان الناس في العالم القروي الا قال لهم القائد ما تمشيوش للجمع العام راه كيخافوا. جايين للجمع العام وجا ممثل السلطه كيقول لهم قال لكم القائد ما ديروش الجمع العام، رغم ذلك عاود رجع صافت ممثل السلطه قال له خليهم يديروا الجمع العام. دار الجمع العام المره الاولى ما كملش النصاب، ما جاش بعض الاعضاء الجمعيه اللي حرضهم اللي هما نواب اراضي الجموع اللي منحاز لهم القائد، اللي باغي القائد ينسف هذه الجمعيه ويجهضها ويعطي الجمعيه لبعض الاصدقاء ديالو اللي هما نواب اراضي الجموع. من بعد درنا الجمع العام الاول ما كملش النصاب، درنا المره الثانيه، درنا المره الثالثه بمن حضر، يعني مجلس المنخرطين مع الرئيسه مجلس المنخرطين وزائد مؤيدين الجمع العام. الجمع العام دار في 21 ابريل 2015 وجدنا الوثائق كامله عطيناها السيد القائد رفضها، صيفطناها له بالبريد المضمون رفضها. علاش رفضها؟ لأنه قسم الجمعيه، لأنه قسم الجمعيه كيقول ان الجمعيه عندها جوج جهات، ولكن خصو الجهه اللي شافها عندها الجمع العام قانوني يعطيها وصل الاداره. الجمعيه ما خصهاش توقف لانها كتشتغل عندها مشاريع، عندها عقود شراكه، عندها عمال كيشتغلوا معها في برنامج محو الأمية ما تخلصوش، عندها يعني الجمعيه راه عندها عقود وعندها التزامات خصها تكمل. شنو النداء ديالك؟ النداء ديالي كنطالب المجتمع المدني والمسؤولين يشوفوا ماذا يعاود على هذه الجمعيه. اذا كانت هذه الجمعيه فيها شي عيب وفيها شي مشكل خصها تحل، ما خصهاش تمشي لا لهذه الجهه ولا لهذه الجهه. قلتينا في الكواليس باللي السيد القائد ديال راس تبوده بغى ينصف هذه الجمعيه على ود ما عجبوش المشاريع الاجتماعيه اللي قدمتو. لا ما عجبوش، لان كان المشكل اصلا كان هو كيستدعي الجمعيه، وانا عندي الوثائق اللي كتبت انه كان كيستدعي اعضاء الجمعيه وكيحرضهم في برنامج محو الاميه، كيقول لهم ما خصكمش ديروا هذا البرنامج راه غادي ديروا المشاكل. ما ولكن عندنا عقود شراكه وعندنا الترخيص من الدوله، عندنا من وزاره التربيه الوطنيه الترخيص ديال محو الاميه، عندنا اي حاجه درناها كناخذ يعني قانونيه، يعني الجمعيه في اطار قانوني وما زالت الجمعيه في اطار قانوني. واذا القائد كيسحب سياره النقل الدراسي بدون وثائق وكيعطيها للجمعيه ديال الاباء كيشتغلوا في اطار مؤقت، والجمعيه مازال كتعيط لها على راسو على اي حاجه. دابا شنو هو الحل؟ كنطالب انا المسؤولين اللي يسمع هذا النداء يقول شنو هو الحل. ان الجمعيه عندها وثائق. قدمتي شكايه للسيد العامل ديال اقليم صفرو؟ قدمت شكايه للسيد العامل وعندي رسائل، عندي اشعار بالرسائل وما كنتوصلش بلاكوزي دو ريسيبسيون ديالهم. صيفط رساله لوزاره الداخليه، شديت لاكوزي دو ريسيبسيون ديالها ولكن ما شديتش شي جواب. راسلت جميع الجهات، راسلت العامله السيده العامله ديال المبادره الوطنيه في الرباط، راسلت المفتشيه العامه ديال وزاره الداخليه، يعني مازال ما توصلت حتى شي جواب. درت شكايه للسيد الوسيط المملكه ما توصلش. وعاود انا في شهر 11
الجمعيه كتشتغل ومازال كتشتغل ومازال عندها المشاريع ديالها ومازال عندها الكرشي ومازال عندها استقبلت طاقم طبي في نهار 3 و2 شهر 6 طاقم طبي باخبار جميع السلطات، وعندي جميع الاخبارات، وعندي الترخيص من مندوبيه الصحه، جميع الوثائق موجوده. والمفاجاه الكبرى وان القايد قال لهذيك المجموعه اللي حرضوهم باش ياخذوا الاسم الجمعيه سيروا ديروا دعوه في المحكمه الاداريه باش تاخذوا وصل الاداره. داروا دعوه في المحكمه الاداريه. والسيد القائد عنده مشكل مع الجمعيه ولا عنده مشكل معك انت شخصيا؟ الله اعلم، هذا هو السؤال اللي مطروح. اذا كان فيا مشكل خاصو يوضحوا، اذا كان انا عندي فيا شي مشكل خاصو يوضحوا. هذا راه جمعيه، راه مسؤوليه، انا راني كنتحمل المسؤوليه ديال بزاف المشاريع.